اشرح لك ازاي في حاجات صغيرة بتاخد منك دقيقتين. انت عندك كام دقيقتين في يومك؟ اديني دقيقتين بقى اشرح لك ازاي في حاجات صغيرة بتاخد منك ثواني، لكن الثواني دي بتسرق منك يومك كله، تخليك من غير طاقة ومخك دايما مليان. بعد ما اقول لك الملخص ده الفيديو كمان هيخلص، فالحق بقى اعمل لايك وسبسكرايب. طب دايما لما تشوف فيديو عن تنظيم الوقت بيقول لك اكتب قائمة فيها مهام، وده شيء غريب جدا، بس اغبى حاجة ممكن تعملها انك تحط كل حاجة في القائمة دي. طب هنا السؤال، هتحط ايه في القائمة اصلا؟ هنا تيجي فايدة قاعدة الدقيقتين اللي اتكلم عنها ديفيد ألين في كتابه، والفكرة هي إن أي مهمة تاخد منك أقل من دقيقتين اعملها دلوقتي، زي إنك عايز ترمي الزبالة، فده هتاخد منك أقل من دقيقتين. بس لو قررت بقى تأجلها ومعاها أربع حاجات صغيرة كمان، زي إنك ترتب السرير أو تحط الملابس في الغسالة، كلها حاجات بسيطة لكن لما تتجمع هتبقى مرهقة وطويلة عليك. المشكلة التانية إن المهام الصغيرة ممكن تقطع عليك تركيزك، يعني أنت قاعد دلوقتي بتذاكر وابتديت تحس إن مخك بدأ يشتغل والمعلومات قاعدة توصل، بعدين تفتكر إنك ما حطيتش البنطلون اللي أنت عايز تروح بالامتحان بكرة في الغسالة، فكده هتقوم وتسيب المذاكرة. ولما ترجع مخك دخل في وضع توفير الطاقة، خلاص هيقولك تصبح على خير. هنا ضيعت على نفسك التركيز والمذاكرة بسبب مهمة صغيرة ممكن كانت تتعمل في أقل من دقيقتين. عشان كده قبل ما تبدأ أي مهمة فكر إيه الحاجات اللي هتاخد منك أقل من دقيقتين وضروري تتعمل النهاردة. كمان ممكن تستغل القاعدة دي حتى في المهام الكبيرة عن طريق تقسيمها، شوف إيه الحاجات اللي هتاخد منك أقل من دقيقتين واعملها دلوقتي علشان تسهل عليك المهام الكبيرة. فالفوائد بتاعتها إنك هتمنع على نفسك تراكم المهام الصغيرة وتوفر لك وقت تنجز المهام الكبيرة وتركيزك يبقى ثابت على طول، وكمان هتديك جرعة الدوبامين لأنك بتنجز ومخك هيحب النمط ده ويساعدك في المهام الكبيرة. فعشان تطبق القاعدة صح، بعد ما تكتب قائمة المهام اليومية ارجع وحدد الحاجات اللي تاخد منك أقل من دقيقتين، قسم المهام الكبيرة لحاجات تاخد منك دقيقتين واعملها دلوقتي. ركز على المهم وما تخليش الحاجات الصغيرة تسرق وقتك. خليك ذكي واستغل قاعدة الدقيقتين صح.